عسلامة، مرحبا بكم في قناة 86. اليوم نحن مدعوين عند مدام ربح. تحب تعدي رسالة إيجابية، تحب من خلال قناة 86 أنها تلم الشمل وتلم العائلة. عندها أبارامون رسالة تحب توصلها على طريقنا نحن. مدام ربح مرحبا بك. بيك عايشك عسلامة خويا سليم، مرحبا بك. مرحبا. قل لي شنو الميساج اللي تحب تعديه؟ نحب نوصل ميساج لاخوات راجلي والاكثريه اخت راجلي هذيك اللي متعاركه انا وياها على الدار وكل شيء. نحبها ترجع علاقه هي واخوها، فهمت كل شيء، ويرجعوا كما كانوا، فهمت، ويتسامحوا مع بعضهم، مش على وساخ دار الدنيا، معناها يتفاصلوا ويبعدوا على بعضهم ويقعدوا متعاركين، فهمت، وتقعد الحاكم تدخل ما بيناتهم وكل شيء، وقضايا ومحاكم وكل شيء، معناها يتصالحوا ويتفاهموا اخوات وما يقطعوا صلة الرحم وكل شيء على وساخ دار الدنيا، فهمت. انا خويا الدار هذيا كنا ساكنين في واد الزيت، غاديك بعنا دارنا وجينا شرينا الدار هذيا من صادق الشيخ، الله توفى الله يرحمه، فهمت، خذيناها ب 15 مليون. من بعد 18 عام سكننا فيها، حتى من ولادي جبتهم لهنا، تيسير محمد جبتهم لهنا، على اساس نايم ملي هبطت من كرش امي ما خرجت على بابا جمله. بعد 18 عام اشباها ما قالتليش، وهي الضاربه شريتها من عند بابا. وعندي اختي هذه اللوطه قالت راه عطيت 3 مليون لباباي، وقالت تو كمل لك البيه، دبت للماني ما رجعت، وليه صرف عليها الدار، دخلنا عليها سيمان، وانا ربي يعلم. وانا مريضه ماذا بي يسامحوا اخوهم ويرجعوا كما كانوا، وترجع عائله معناها لحمه واحده، فهمت. وانا نحبها لطيفه والله، يعني كل شيء واحد، ونحبها، تعاشرت انا وياها بالبيت ونحبها، فهمت. هذيك معناها حسبتك كيف اختي، وانا قمت باباها وامها، اعتبار بابا وامي، هذاك بابا وامي مش اعتبار بابا وامي، فهمت. وخلوا عليا بلاصه كبيره كالشايب والعزوزه، خلوا عليا بلاصه كبيره، فهمت، عائلتي هذوك، وهم البنات بطبيعتهم اخواتي، فهمت، اخواتي. كانت تقول لنا على شنو هو اصل الخلاف ماذا؟ خلاف على دار. شبه الدار شراها حمويه، وبعد جينا نشوفوا بعد ما توفى حمويه 2019 وحماتي 2021 جانا معناها نلقوها الدار مكتوبه باسم لوزتي تعيش في المانيا. شكون اللي كتبها لها؟ بوها. هي ها كي كتبها لها هو حر معناها حر حتى ولو ما كتبهاش لي انا وما كتبهاش لها هي، حر في روح، حر معناها هذاك رزقه حر فيه. اما نقولها خوك زوالي وكل شيء، واخواتك لاباس عليهم عندهم بديارهم وكل شيء، والله صدقني لا عاد واصلين الكلام، عاش واصلين نخلصوا، مره نخلص مره ما نخلصش، والمراه جاب ربي ناس ملاح، وانا مريضه كونسير وكل شيء، نقولها من جهه ربي، وما تقدر تعيش صله الرحم. ولاد خوك هذاك راهم ولاد، ونع ولاد خوك معناها راهم اخوك مش براني عليك، وانا مرت خوك وكل شيء، ومريضه مركبه عرق اصطناعي، فهمت، مركبه عرق اصطناعي. لطف عليك من غير ما توري، فهمت، ومريضه كونسير، الموت تتبح فيا، معناها نحبهم يرجعوا لاخوهم ويتسامحوا ويرجعوا كما كانوا. هذاك شو نقول لك انا عاتي ربي لك عملتي مشروع على التيسير ومحمد ما تخليهمش يضيعوا، على الاقل كي انا مريضه، على الاقل وليداتي نوسع عليهم، نلقى شكون واسع عليهم، فهمت، على الاقل كنموت نلقى شكون واسع على اولادي، فهمت، نلقى عماتهم، نلقى والله دارنا نسيتهم، معاهم هما نسيتهم، نقول هذاك فاميلتي، ما نقولش دارنا واخواتي، نقول فاميلة راجلي هما فاميلتي اخواتي. كان عرس نزو بعضنا، كان مرض نزو بعضنا، ونحبهم ونحب ولادهم كل شيء نحترمهم. اما عليه تعسلت الرحم على حاجه تافهه، تو مسكره غاديك وكل شيء. خلي اخوك يعيش حتى اللي وين تعيش مدام لطيفه؟ تعيش في المانيا، والله ما نكذبش عليك. شنو اللي مسكره؟ ما فهمتش. دار مسكره
هي تعيش في المانيا. الدار مسكره، والدار مسكره. اي خرجنا منها مسكره. وانت هاك تسكن معناتها صحيح، معناتها الدار متواضعه على الاخر، متواضعه احتراما للبيوت، معناتها مانيش باش نصورها الحقيقه. عايش. هذاك هو حرمه البيت. سينو كيف هي في المانيا؟ متيسره؟ ظروفها تاعبه؟ لاباس عليها، تخدم في الرمليه نتاع المسلمين. انتم من الاول تسكنوا لهنا؟ لا مش من الاول، كنا نسكنوا في الدار الاخرى خرجنا منها. سكنت فيها، كنت نسكن في زغوان. وعلاش خرجتوا منها؟ خرجتنا لوستي بالقوه، خرجتنا لوستي. قال داري هذيك دارها كتبها لها بوه، عارفين دارك كل شيء. مخزن الخوك زوالي، مخزن الخوك معناها كرا وماء وضوز صغار يقروا لي مريضه، فهمت؟ مريضه كونسير واحد، معناها ما عادش نجم نوصل، والله ما عاد نجم، والله ما عاد نجمه، والله صغاري كبروا وكل شيء. معناها شوف حتى كيفاش نرقدوا، كيفاش ماناش واخدين راحتنا، فهمت؟ عليه كانوا يقبلوني حتى كل وانا عايشه اشتر عبد. معناتها حسب ما فهمت من كلامك انتوما كنتوا تسكنوا في الدار هذية مع حموك، مع حماتي وحمويا ولوستك، هكا نقولوا لوستك اخت راجلك تعيش في المانيا. والوالد كان كاتب لها الدار. وانتوما ما في بالكمش؟ والله ما في باليش. انتوما ما في بالكمش؟ لا ما في باليش. معناتها من بعد كي توفى الوالد هي خرجتكم بالقوة العامة. اي امه. هل انها حكيت معاكم قبل ما تخرجكم بالقوة العامة ولا على غرة؟ لا على غرة، والله لا في بال، على غرة، والله على غرة. على اساس هذيك يقول لي حموية، يقول لي ذاك دار ولدي، وديما حماتي تقول دار ولدي، هم يقبلوا بطبيعتهم البنات اللي هنا يسكنوا هنا، يقول هذاك دار خونا، نحن لاباس علينا، عنا في ديارنا كل شيء. ولي زولي نخدم في الديار، نخدم في الديار وكل شيء، ونعاون ونصلح ونريقل وكل شيء. قلت داري ندهن ونريقل حاجه ناقصتها نعمل، فهمت؟ معناتها الدار مسكره توا وما تسكنوش فيها انتم؟ مسكره ما نسكنوش فيها. وانا كاري استديو هاك تشوف بنتي صبيه وولدي، والله صدقني كي يخرج ولدي ما ادوش يدخل البيت هذيك، تخرج اخته ولا نخرج باش يدخلوا ويبدل حوايج، والله قسما بالله. ايش مازال فيا؟ انا ما عاد فيا حتى شيء خويا سليم، ولا ما عاد فيا شيء، تعرف قعدت. لطف عليك ما تبكيش لطف عليك. اليوم حبيت نحكي في الموضوع اللي يخص مسيو رضا ومدام ربح. دونك الحكايه نتاعهم هي براتيكمون راهي حكايه فارغه. عرفتك اللي حل الصوره تاع خيط في الاخر، حتى الخيط ما فماش، راهي حاجه فارغه، غير القلوب تعبات وكلمه منا وكلمه منا. دونك الكلمه هذه وجودي توا لهنا والكلمه نتاعي لهنا نحبها تكون وسيطه صلح لا اكثر ولا اقل. يعني قد ما نقربوا من بعضنا وتكون الاواصر العائليه مرتبطه وقويه ببعضها، قد ما احنا نكونوا في اريحيه تامه. وفي الاخر بكل راهي الدنيا ما دايما الحد، دايما كان ربي سبحانه وتعالى. يعني في الاخر قد ما نعملوا الحاجه الباهيه وشويه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله فليغرسها. يعني اذا كان انا قدامي حاجه كبيره باش نعملها، اني انا باش نسهل حياه ناس، نعرف مثلا انا خويا نعرفه اللي هو شهار كما يقولوا الميزانيه على قدها، شهريه على قدها، وصوم الكري غالي برشا، وزيد مرته مريضه ربي يشفيها، فما برشا علاجات وبرشا دوايات غاليه، والكل زيد عنده زوز صغار في كفالته. يعني تعرفوا في الادوليسونس يستحقوا برشا مصروف وكل شيء. على الاقل نجي انا نعمل الحاجه الباهيه، ننظر بعين الرحمه لك الصغيرات هيكوما، وننظر بعين الرحمه لخويا اللي هز امي وبابا قداش واش وسنين وسنين وسنين. هو ماهيش مزيه في الاخر على الوالدين حتى حاجه نعملوها، لكن ديما على القليله ننظروا لك الجانب الباهي. واكيد اكيد اكيد اللي يسمع فيا تو باش تتحير فيه هاك الكوتين المزيانه اللي في قلبه، اللي احنا توين صران في الاخر نرحموا بعضنا، وفي الاخر
كيفاش يقولوها نلموا على بعضنا ونلغيو الجوانب الكل، الحاجات الجانبيه نقولوا احنا اللي راهي لا تسمن ولا تغني من جوع، يعني حكايه فارغه وكما يقولوها اليوم عندي وغدوه عندك وتستمر الحياه. خلينا القلوب صافيه، احسن حاجه خلينا القلوب صافيه. وراهو الشيطان شاطر، راه يجيك ويأول لك ويحكي لك وكذا ويبعث لك على طريق فلان وفلتان ويجيك يتصورك في برشا حكايات ويبدا قلبك يتعبى وتبدا تحسب فيها، وينك العام صار هكا، وينك عملت هكا وكجاست هذيك وقالوا لي هكا وقلبي يوجعني وبت نبكي وقمت في حاله حليله. وبعد والله وروسكم انتوما لا يصير حتى شيء كان اللي كاتبه ربي سبحانه وتعالى. دونك خلينا اليد في اليد وخلينا ديما ننظروا قدام ونكونوا احنا متسامحين، عندنا السلام من داخل باش احنا نسامحوا خواتنا ونسامحوا جيراننا ونسامحوا اصحابنا ونسامحوا والدينا ونسامحوا حبايبنا. راهو الناس الكل تغلط، الناس الكل، كل انسان خطأ. الأحسن حاجة إنه الإنسان يرجع على روحه ويحاسب شوية روحه ويغفر. ربي سبحانه وتعالى يغفر للعبد الذنوب، ما هي ذنوب. خلي الإنسان اللي خلقه ربي معناها وزرع فيها الرحمة والسكينة والحكايات هذيك. دونك نسامحوا بعضنا ونحطوا اليد في اليد وقدرة ربي بيصير كان الخير. واللي يعمل حاجة توا يجنيها حتى من بعد، والله يجنيها حتى في الدنيا، يلقاها في صحته، في صغاره، في رزقه، في كل شيء، في كل شيء، حتى في فرحته. يحط راسه على المخدة يبدا مرتاح. ومحليها الدنيا كي تبدا العائله اليد في اليد والخوات متفاهمين. وهاك بتشوفوا تو معناها واحد يعيش لبرا والاخر لهنا في تونس والاخر من عرش حتى ينجم يكون في تونس، لكن من ولايه لولايه وكل شيء، وتلقاهم سبحان الله الضغط نتاع الوقت والكل ما عادش فما اكل الروابط اللي تربط العائله، اللي تلقاهم هما لحمه واحده وتلقاهم محليهم هكاك اللمه الحنينه كيما نقولوا احنا. هاو كم مره في المناسبه بعد قداش. دونك احنا نعملوا في المشاكل ونعملوا في الحكايات عليه اون فان كونت في الاخر حتى حد ما باش يهز حاجه معاه، يهز كان فعله. خلي فعلك باهي، خلي نيتك طيبه، خاطر انما الاعمال بالنيات. ديما صفي قلبك وصفي نيتك وخلي فعلك باهي.